السلام عليكم شباب اولى ثانوي، عاملين ايه؟ هنحل النهارده ان شاء الله محافظه رقم 2، محافظه القاهره اللي هي اداره شرق مدينه نصر. تمام، تعال نحل كده، نبدا بسم الله ونحل اول سؤال. اول سؤال هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا عايز القيمه العظمى للداله دي، داله س بتساوي 2 ج 3 س. تمام، انا بعمل ايه في السؤال ده؟ قلنا قبل كده باخد الرقم ده هو اللي جنب الجا اللي هو 2، فهنا يبقى القيمه العظمى او الصغرى بتاعتي اللي هو ابن المدى. باخد الرقم ده كده بعكس اشارته، بكتبه مره سالب ومره موجب، يعني بعمله كده من سالب 2 لغايه 2. تمام، سالب 2 دي بتبقى القيمه الصغرى، والاتنين دي بتبقى القيمه الايه؟ العظمى. حلو الكلام. فهنا عايز القيمه العظمى بتاعتي، القيمه العظمى بتاعتي هتبقى كام دلوقتي؟ هتبقى 2، فهنا اختار الاختيار رقم ج. السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 2 هنا بيقول لي يا مستر ا د ينصف زاويه ب ا ج. تمام، ده الدرس بتاع تنصيف الزاويه اللي هو يعتبر اخر درسين في الهندسه. ومديني ج ا ب 10 ج د ب 10 سم، دي كده ب 10 سم، ومديني ا ج ب 15 وأ ب ب 27. هو عاوز طول أ د، عايز طول أ د اللي هو الوسط نفسه، او مش الوسط، المنصف نفسه. طيب انا عشان اجيب أ د لازم يكون عندي اصلا ب د. تعالى نجيب ب د، هنجيبها ازاي؟ كنا احنا بنكتب كده، طالما أ د هو المنصف بمسك مره د وامسك مره أ، هقول د ب على د ج بيساوي يا مستر أ ب على أ ج. تعالى نعوض تعويض مباشر. د ب مش عندي على د ج اللي هي بكام؟ ب10. الكلام ده بيساوي أ ب اللي هي ب27 على أ ج اللي هي بكام؟ ب15. تمام، هيبقى د ب بيساوي دلوقتي، بعمل كده شرط الكسر اللي قدام د ب في المقص 15 تبقى من تحت، الاتنين التانيين من فوق، 10 في 27. اعمل دي بالآلة هتديني كام؟ هتديني 18. يبقى انا جبت د ب بكام دلوقتي يا مستر؟ ب 18 سم. طيب انا دلوقتي عاوز أ د، أ د هيساوي ايه؟ هعمل كده جذر الكبار دول ناقص الصغيرين دول، يبقى هنا أ ب في أ ج ناقص د ب في د ج. الكلام ده بيساوي كام؟ أ ب بكام يا مستر؟ ب 27 في أ ج اللي هي ب 15 ناقص د ب اللي هي ب 18 في د ج اللي هي بكام؟ ب 10. ارص دي على الآلة الحاسبة هتديني كام؟ هتديني يا مستر 15 سم. يبقى انا دلوقتي معايا أ د بتساوي 15 سم. هختار هنا الاختيار رقم د اللي هو كده بكام؟ ب 15. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي هنا طول القوس في دائرة طول قطرها 12، القطر ب 12، يبقى دلوقتي نص القطر بيساوي كام؟ 6 سم، وقياس الزاوية المركزية المقابلة له 90، يبقى هنا س درجة بتساوي 90. دي بالتقدير ال60 انا عايزها بالتقدير الدائري، اقسم على 180. تمام، واضربها في باي، يعني دلوقتي هتبقى 90 على 180، 90 على 180 واضربها في باي. 90 على 180 اللي هي ايه؟ باي على 4. تمام، باي على 2 قصدي، باي على 2. دي مين دي يا مستر؟ دي ال 90 اللي هي السيتاديل دي كده سيتاديل، يبقى سيتاديل، يبقى انا معايا نق ومعايا سيتاديل بباي على 2. عاوز مين انا دلوقتي؟ عاوز طول القوس. طب القانون اصلا اللي هو ايه؟ القانون سيتاديل بيساوي لام على نق، وانت ضربت مقص هيبقى لام هتساوي سيتاديل في نق. تمام، انا عايز طول القوس، يبقى طول القوس لام بتساوي سيتاديل اللي هي باي على 2 في نق اللي هي بكام؟ ب 6. 6 على 2 فيها 3، يبقى ده 3 باي. فهنا هختار 3 باي اللي هو الاختيار رقم ب. طيب السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 4 يا مستر بيقول لي في الشكل المقابل اللي هو ده عايز طول ده اللي هي بكام سم. تمام، دول مثلثين متشابهين، هتبقى الزاويه دي تبقى زاويه د هتساوي زاويه ب، وزاويه ه هتساوي زاويه مين؟ ج. تمام كده، هي اللي هي الزاويه والمثلث، الزاويه والضلعين بتوع الزاويه ايه؟ هم المتناسبين. تمام، يبقى هنا هقول المثلث الاولاني اللي هو أ د ه هيشابه المثلث الثاني اللي هو أ ب ج. من التشابه انه يبقى هتقول له ان أ د على أ ب بتساوي د ه على ب ج، هتساوي يا مستر
ألف ه على ألف ج. تمام. طيب تعالى ايه نكمل حل. ألف د بكام سنتي يا مستر؟ ألف د ب2 على ألف ب. ألف ب كل ده ب6 سنتي، يبقى النسبة كده 1/3 بيساوي ده اله اللي أنا مش عارفها على ب ج اللي هي ب9 يساوي آخر واحدة اللي هي ألف ه. ألف ه يا مستر اللي هي ب3 على ألف ج. ألف ج اللي هو بكام؟ اللي هو ده كله اللي هو 2 و7 9. النسبة برضو بتاعت 2 إلى 6 هي النسبة بتاعت 3 إلى 9 اللي هي كام على كام؟ 1/3. تمام. فأنا دلوقتي عايز د ه، يبقى د ه بتساوي، ممكن اساوي د ه بالنسبة دي أو بالنسبة دي أو بالنسبة دي اللي تريحني. لو أنا مثلا سويتها بالنسبة الأولانية اللي هي دي كده 6، هقول له 2 في 9 على 6. 2 في 9 ب18، 18 على 6 فيها الكام؟ فيها 3 سنتي. فانا هنا هختار كام؟ 3 سنتي اللي هو الاختيار رقم ب اللي هو ده. تمام. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 5. بيقول لي ايه في السؤال رقم 5 يا مستر؟ بيقول لي هنا اذا كان جذري المعادله دي عددين حقيقيين متساويين. يعني ايه حقيقيين متساويين؟ حقيقيين متساويين يبقى المميز دلوقتي بيساوي 0. طب مين هو المميز؟ اللي هو ب تربيع سالب 4 ألف ج. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 0. تمام. طيب فين الب وفين الألف وفين الجيم؟ الألف معامل السين تربيع، معامل السين تربيع هنا كام؟ معامل السين تربيع هنا 1. والب معامل السين كام؟ سالب 4. والجيم كام دلوقتي؟ بكام. فأنا هنا هعوض الب اللي هي تبقى سالب 4 تربيع سالب 4 في ألف في جيم. الألف ب1 والجيم بكاف. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 0. طب تعال نكمل هنا. سالب 4 تربيع ب16 ناقص 4 في 1 ب4 في كاف ب4 كاف. الكلام ده بيساوي 0. انا عايز الكاف تطلع 16 بره الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، تبقى دلوقتي سالب 4 كاف هتساوي سالب 16. السالب يروح مع السالب وقسمت على الاربعه هنا وعلى الاربعه هنا، دي راحت مع دي، تبقى الكاف بكام دلوقتي يا مستر؟ الكاف ب4. فانا هنا هختار الاختيار ب. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 6، عايز مرافق للعدد ده. رقم 6 بيقول لي هنا مرافق العدد المرافق لده. طب انا عندي هنا ت اس 29، هعمل فيها ايه دي في الاول؟ ت اس 29. 29 دي كان لها اكتر من حل، كنت بقسمها مثلا على 4. لما اعملها على 4 تديني بالآلة كده 4 في 7 ب 28 وواحد كده يبقى كام؟ يبقى 29. يبقى انا باخد الرقم ده بس، يبقى كانت ت اس 29 كانها ت اس 1. ت اس 1 اللي هي طبعا بكام؟ اللي هي ب. تمام. هيبقى العدد دلوقتي بدل ما هو 3 زائد 5 ت اس 29 اخليه 3 زائد 5 ت. طب ده العدد. هيبقى المرافق يا مستر غير اشاره الت، هيبقى 3 سالب 5 ت. 3 سالب 5 ت اللي هو الاختيار رقم أ. تمام كده احنا خلصنا اول 6 مسائل في السؤال الاول بتاع اختر. تعال نشوف ال6 التانيين. السؤال اللي بعديه هنا بيقول لي اذا كان حاصل ضرب الجذريه المعادله دي كاف زائد 1 في قوس في س تربيع سالب 6 س زائد 12 بيساوي 0 بيساوي 3. يبقى هنا ضرب الجذرين بيساوي كام يا مستر؟ 3. ضرب الجذرين اللي هو بيساوي ج على أ لام م بتساوي يا مستر ج على أ. طيب تمام. ج على أ اللي هي 12، ما ده كده ج اللي هي ب 12 وده ب وده كده أ. حلو الكلام. وده ج، يبقى ج اللي هي مستر ب 12 على أ اللي هي كاف زائد 1 بتساوي ضرب الجذرين. هو مديني ضرب الجذرين كام يا مستر؟ 3. حلو الكلام. مقامها كام دي؟ 1. طب انا دلوقتي عايز كاف زائد 1 دي بتساوي اللي قدامها في المقص 3 تبقى من تحت، الاثنين التانيين مضربهم من فوق اللي هي 1 في 12 ب 12. 12 على 3 فيها ال4، يبقى هنا كاف زائد 1 بتساوي كام؟ 4. تطلع دي بعكس الاشاره، يبقى الكاف هتساوي 4 ناقص 1 اللي هي بتساوي كام دلوقتي؟ 3. فاختار الاختيار رقم 3 اللي هو ايه؟ ب. تمام. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 2 بيقول لي هنا اذا كانت النسبه بين اطوال الاضلاع متناظره لمضلعين متشابهين كام الى كام؟ 2 الى 3. وكانت مساحه الصغير 8، عايز مساحه الكبير. طيب النسبه بتاعه المساحات بتساوي مربع النسبه بتاعه مين يا مستر؟ بتاعه الاضلاع. حلو. فهنا هيبقى مساحه الاصغر على مساحه الاكبر بيساوي نسبه الاضلاع اللي هي 2 الى 3، بس اقول له ده اس 2.
حلو الكلام. طب مساحه الصغير هي مديها لي ب 8 على مساحه الكبير مش عارفها كده سميتها س بيساوي مربع، دي تبقى كام على كام دلوقتي؟ 4 على كام؟ 4 على 9. تمام. يبقى دلوقتي السين اللي هي مساحه الكبير بتساوي 8 في 9 على 4. 8 على 4 فيها 2 في 9 بكام يا مستر؟ ب 18. فانا هنا اختار الاختيار اللي هو ايه؟ ج اللي هي 18 سنتيمتر مربع. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 3 بيقول لي ايه؟ سؤال رقم 3 اذا كان 13 جتا 90 ناقص سيتا تمام هتساوي 5 فان جتا سيتا بتساوي كام؟ طيب تمام. هنا 13 جتا 90 ناقص سيتا، 90 بتعمل تغير تائي فتخلي الجتا جا، تبقى دي 13 جا سيتا بتساوي 5. تمام. انا هقسم هنا على 13 وهنا على 13، دي راحت مع دي، يبقى جا سيتا بتساوي كام على كام يا مستر؟ 5 على كام؟ 5 على ال 13. تمام. وسيتا هنا تقع في الربع الاول فكده كده ايه؟ كده كده موجبه، فهنا تبقى اختار 5 على 13 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ج. طيب السؤال اللي بعديه السؤال رقم 4 بيقول لي هنا المعادله التربيعيه التي جذرها سالب 3 ت وموجب سالب 3 وموجب 3. سالب 3 وموجب 3 المعادله بتاعتها هتبقى دي كده، هتبقى دي كده س تربيع سالب 9 هي اللي بتساوي 0. تمام. عشان انت لو طلعت 9 بره بعكس الاشاره تبقى س تربيع بتساوي 9، يبقى س هتساوي موجب وسالب كام؟ 3. تمام. طيب يبقى لما يقول لي المعادله التي لما يكون مديني الجذرين سالب 3 و3 هتبقى المعادله كده س تربيع سالب 9 هي اللي بتساوي 0. تمام. طب لو كتبها لي كده يا مستر سالب 3 ت وموجب 3 ت هتبقى المعادله بالشكل ده، س تربيع بدل سالب 9 هخليها موجب 9 هي كده اللي بتساوي 0. تمام. فهمناها. خلي بالنا من الجزئيه عشان بتيجي تكتب في الامتحانات. طيب السؤال رقم 5 بيقول لي هنا اذا كان ا ب ده مماس. تمام. ده الدرس بتاع تطبيقات التشابه في الدايره، يبقى المماس تربيع بيساوي ب ج في ا في ب ج في ب د، يبقى هنا ا ب تربيع بتساوي يا مستر ب ج في ب د كله. حلو. ا ب تربيع انا مش عارف هسيبها كده زي ما هي بتساوي ب ج اللي هي ب4 في ب د كل اللي تحت ب د ده اللي هي كام؟ 9. 4 في 9 كده ب 36، يبقى ا ب بس جذر ال 36 يبقى كام سنتي؟ 6 سنتي. هنا اختار كام؟ 6 سنتي اللي هو الاختيار ب. طيب السؤال رقم 7 السؤال اللي بعديه سؤال رقم 6. سؤال رقم 6 بيقول لي هنا اذا في الشكل المقابل اذا كانت ه د يوازي ب ج ومديك دي ب 2 سنتي، دي كده ب 2 سنتي ودي وب و ب 3.5 سنتي وواو وه ب 7 سنتي، عايز طول واو د اللي هي الجزئيه دي. طيب ممكن نحلها بالتشابه وممكن نحلها بالاجزاء المتناسبه. لو انا قلتها بالاجزاء المتناسبه هقول له واو د على واو د على واو ج اللي هي اول ضلع بتساوي واو ه على واو ب اللي هو كده الضلع التاني. طب تعال نعوض يا مستر. واو د بكام؟ واو د انا مش عارفها، اكتب كده واو د على واو ج اللي هي ب2 بتساوي من تاني واو ه اللي هي ب7 على واو ب اللي هي ب3.5. حلو الكلام. هيبقى واو د بكام دلوقتي يا مستر؟ 2 في 7 على 3.5. 2 في 7 14 على 3.5 هيديني كام سنتي دلوقتي؟ 4 سنتي. فانا هنا هختار 4 سنتي اللي هو الاختيار ب. السؤال اللي بعديه السؤال الثالث. السؤال اللي بعديه كده السؤال الثالث رقم 1 بيقول لي في الشكل المقابل هنا بص مديك توازي يبقى دي نظريه تاليس. نظريه تاليس هتقول له ده هو عايز مين يا مستر؟ هو عايز طول س ج كل ده. انا ممكن اجيب دي اشوفها بكام. تمام. بعد كده اجمعها على 20. طيب لو انا استخدمت نظريه تاليس هقول له اللي في التوازي يبقى د واو على واو صاد د واو على واو صاد يساوي مين الناحيه الثانيه يا مستر؟ بيساوي ج ه على ه س. طب تعال نعوض تعويض مباشر. طيب د واو بكام؟ ب 15 على واو صاد ب 33. الكلام ده بيساوي كام يا مستر؟ بيساوي 20 على ه س. هتبقى دلوقتي ه س تساوي 33 في 20 على الكام؟ على 15. دي بكام دي؟ عملت دي طلعت بكام؟ طلعت ب 44 سنتي. تمام. يبقى ه ج كده ب 44 سنتي، يبقى كل ده بكام؟ ب4. اجمع ال 44 وال 20 تبقى كام؟ 64 سنتي اللي هو الاختيار رقم د. طيب السؤال اللي بعديه سؤال رقم 2.
بيقول لي هنا اذا كان جا 2 س زائد 15 بيساوي جتا 3 س زائد 25، وكانت س تنتمي للفتره من 0 ل على 4 بعد 4 لغايه 45، فان س بتساوي كام؟ طيب جاء اي زاويه بتساوي جتا المتممه ليها، يعني هنا 2 س زائد 15 تمام زائد الزاويه الثانيه اللي هي 3 س زائد 25، هما الاثنين دول مجموعهم كام يا مستر؟ مجموعهم 90 تمام. طيب نكمل. 2 س وس 2 س و3 س تبقى 5 س، 15 و25 تبقى كام؟ 30 تبقى 40. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 90. انا دلوقتي عايز السين تطلع ل 40 بره الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى 5 س بتساوي 90 ناقص 40، يبقى 5 س بتساوي 90 ناقص 40 تبقى كام؟ 50. قسمت على الخمسه هنا وعلى الخمسه هنا، دي راحت مع دي، تبقى الس بتساوي 50 على الخمسه فيها الكام؟ فيها ال10 تمام. 10 طبعا اقل من 45، فانا هنا هختار كام؟ هختار ال10. طيب السؤال اللي بعديه سؤال رقم 3، بيقول لي هنا يا مستر مجموعه حل المتباينه دي اللي هي س تربيع سالب 7 س زائد 10 الكلام ده اكبر من الصفر. حلو الكلام. لو انا حللت ده كده س تربيع تبقى س وس، عايزين عددين ضربهم 10 تمام، طرحهم جمعهم 7 يبقى 2 في 5، اشاره الحد الاخير يبقى الاثنين زي اللي في النص سوالب. لما اساوي ده بالصفر يبقى الس ب2، ولما اساوي ده بالصفر يبقى الس بكام يا مستر دلوقتي؟ ب5 تمام. لو انا كده عملتها على خط العداد توضيح تمام، هنا 2 وهنا ال5. حلو الكلام. مفيش يساوي فالدايرتين مفتوحين. هنا بيقول لي المتباينه دي اكبر، فانا همشي كده ناحيه اليمين وهمشي ناحيه الشمال، لكن لو اصغر هوصل كده في وسطهم. ممكن كمان تحلها بمثل عكس مثل تمام. انا كده ظللت على خط العداد ظللت يمين وشمال، يبقى هنا مجموعه الحل بتاعتي م ح، ظللت خط العداد كله اللي هو اسمه ح، ما عدا الفتره اللي في النص دي. الفتره اللي في النص اللي هي دي من فين لفين؟ من اول 2 لغايه 5 مفتوحين هما الاثنين، بس السالب اللي بره دي تقفلهم تخليهم كده مقفولين تمام. فانا هنا اختار الاختيار رقم ب. طيب السؤال اللي بعديه سؤال رقم 4. السؤال رقم 4 هنا مدينا رسمه زي ما انت شايف، بيقول لي ا د ينصف الزاويه الخارجيه عند ا تمام، ومديني ده ب 8 سم وده ب 4 سم وده كده ب 6 سم. هو عايز طول ج د، الجيم د اللي هي الحته دي بكده كام سم. طيب هنا ده ا د ينصف الزاويه من الخارج، بمسك مره د هقول له كده د ب في د ج، دي طبعا د ج مش عارفها فانا سميتها س، يبقى هنا د ج في د ب، د ج قصدي على د ب مش في تمام. ادي د ج على د ب بتساوي ا ج على ا ب. تعال نكمل. د ج انا مش عارفها فانا سميتها هنا مستر س على د ب، د ب اللي هو كل ده اللي هو س زائد 6، الكلام ده بيساوي ا ج ب4 على ا ب اللي هي بكام؟ اللي هي ب8. ممكن ابسط دي كده، ابسط صوره ده على 4 فيها الواحد، ده على 4 فيها الاثنين، تبقى النسبه بتاعتي 1 على 2. بعد كده اضرب مقص 2 في س ب2 س بيساوي 1 في س زائد 6 ب س زائد 6. انا عايز س دلوقتي تخش دي جوه الناحيه الثانيه كده بعكس الاشاره، تبقى 2 س سالب س تساوي 6، 2 س ناقص س تبقى س، يبقى هنا الس هتساوي كام؟ الس هتساوي 6 اللي هو الاختيار رقم ج. السؤال اللي بعديه هنا بيقول لي اذا كان 4 ظا س بتساوي 3، هقسم على الأربعة هنا يا مستر وعلى الأربعة هنا تمام. تبقى دلوقتي ظا س بكام على كام؟ ب4 على 3. حلو الكلام. طيب ظا س بكام؟ ب4 على 3. طيب انا بستفاد ايه؟ اول ما بشوف داله مثلثيه بالشكل ده لازم اعمل لها مثلث كده قدام عينيها، مثلث قائم الزاويه تمام. الزاويه هنا دي س، الظا اللي هي مقابل على مجاور 3 4، يبقى الوتر بكام؟ الوتر ب5. طيب هما الاثنين موجب، فين الموجب وفين السالب؟ الس ولا الصاد؟ خلي بالك ما تنساش انا قلت لك دي اللي هي الس ودي كده اللي هي الصاد. مين الموجب فيهم ومين السالب يا مستر؟ تعال نشوف الربع. هو هنا بيقول لي الزاويه، بيقول لي هنا الزاويه يا مستر في الربع الكام؟ في الربع من باي لغايه 3 باي على 2. باي لغايه 3 باي على 2 اللي هو الربع الثالث، يعني السين سالبه والصاد ايه برضو سالبه. طيب فهنا هكتب جنب الاربعه سالب وجنب الثلاثه ايه؟ سالب، عشان هما الاثنين دلوقتي سالبين. السوالب دي مش اطوال اضلاع، دي بس عباره عن الايه؟ عن الارباع، تمثل الارباع بس. طب تعال نشوف المقدار اللي هو مديهولك. هو مديك ايه في المقدار؟ مديك اول واحده
جا 180 ناقص سيتا. هعمل كده كل واحده لوحديها. جا 180 ناقص سيتا. ال 180 ما تعملش اي حاجه، ما بتعملش تغير تائي، مش زي الظا، مش زي مش زي ال 270 وال 90 اللي بيعملوا تغير تائي. يبقى 180 ناقص 180 ناقص دي في الربع الثاني اللي موجب في الربع الثاني جا، تبقى دي بتساوي جا سيتا. جا سيتا بكام دلوقتي يا مستر؟ الجا اللي هي مقابله للوتر تبقى سالب 3 على 5. تمام، دي كده اول واحده. طب تاني واحده مديني ظا 360 ناقص سيتا. 360 ناقص سيتا دي في الربع اللي موجب في الربع جاتا، لكن دي ظا، فدي تبقى سالبه، تبقى دي سالب ظا سيتا. طيب ظا سيتا بكام على كام؟ مقابل على مجاور اللي هي سالب 3. طيب احنا هنا نسينا السالب اللي من بره، نمسح كده عشان نكتب السالب اللي من بره عشان ما ننساهوش. السالب اللي من بره اهو. تمام، في ظا سيتا يا مستر، ظا سيتا اللي هي مقابل على مجاور اللي هي سالب 3 على سالب 4. السالب دي راحت مع السالب دي وفاضل لك السالب اللي بره، يبقى فاضل لك سالب 3 على 4. تمام، اخر واحده مديلك 2 جاي 270 ناقص سيتا. طب تعالى نشوف جاي 270 ناقص سيتا في الاول. جاي 270 ناقص سيتا. 270 ناقص دي في الربع الثالث. تمام، مبدئيا ال 270 بتعمل تغير تائي، فتخلي لي الجا جاتا، تبقى دي جاتا سيتا. طيب 270 ناقص في الربع الثالث الموجب في الربع الثالث الظا، لكن دي اصلا السؤال كان جا، فدي تبقى مالها سالبه. حلو الكلام. وما تقوليش الجاتا بالتيار السالب، الجاتا بالتيار السالب اللي بعديها مش اللي قبليها. حلو. طيب هنا جاتا سيتا بكام؟ السالب اللي بره نزل زي ما هو، والجاتا مجاور على وتر، تبقى هنا سالب 4 على كام؟ على 5. تبقى دي سالب 4 كده على 5. سالب في سالب بموجب، يبقى دي كام على كام يا مستر؟ ب 4 على 5. حلو الكلام. طب انا ضربتها لك دي في 2، هضرب دي كده في 2، يبقى اضرب دي كده في 2. 2 في 4 تبقى 8 على كام؟ 8 على كام؟ على 5. المقدار اللي هو مديهولك في السؤال اللي هو ده كده بيقول لك اجمع لي كل الكلام ده، تجمع اول واحده والثانيه والثالثه. لما اجمع دول اللي هي سالب 3 على 5، ادي المقدار سالب 3 على 5 زائد سالب 3 على 4، تمام، زائد 8 على 5. تحسب دي كده شوفها بكام. تحسب دي بالآلة هتديك يا مستر ربع. فانا هنا هختار رقم ب اللي هي ربع. طيب السؤال رقم 6. السؤال رقم 6 بيقول لي هنا يا مستر اذا كانت زتا 90 ناقص سيتا، تمام، هتساوي جا 150 في ظا 225 زائد جا 390 زائد جاتا سالب 270. تمام. طيب مبدئيا هنا ال 90 وال 270 بيعملوا تغير تائي فيخلوا الزتا ظا، يبقى اول واحده كده هكتب ظا سيتا. تمام، بيساوي جا 150 دي هعمل فيها ايه؟ وجا 205 وظا 225 برضه هعمل فيها ايه؟ هنا جا 150 احنا طبعا حافظينها، او ان في ناس مش حافظاها. جا 150 دي بنص زائد جا 30 عشان جا اي زاويه بتساوي جا المكمله لها. تمام. طيب لو انا مش عارفها هقول له كده ان الجا 150 جا 150 اللي هي بتساوي جا 180 احلها بالزاويه المنتسبه ناقص 30. 180 ناقص 30 دي في الربع الثاني. تمام، الربع التاني موجب فيه جا، تبقى دي جا 30. جا 30 اللي هي بكام؟ اللي هي بنص. حلو الكلام. طيب ظا 225. ظا 225 دي هتبقى ظا 225 في الربع التالت، يبقى 180 زائد 45. 180 زائد في الربع التالت اللي موجب في الربع التالت الظا، ودي ظا، تبقى دي ظا 45. ظا 45 اللي هي بكام دلوقتي؟ بواحد. طب اللي بعدها جا 390. 390 دي اكبر من 360، فانا هطرح منها 360 تبقى 390 ناقص 360 تبقى دي 30، تبقى دي جا 30. جا 30 اللي هي بكام برضو؟ بنص. تمام. اللي بعديها جاتا سالب 270. سالب 270 الجاتا بتشيل السالب يعني كانها جاتا 270. جاتا 270 بكام؟ جاتا 270 بصفر. حلو الكلام. طيب المقدار اللي هو عايزه يا مستر تعالى ايه نعوض فيه كده. ادي ظا سيتا بتساوي اول واحده اللي هي جا 150. جا 150 انا كتبتها بنص. تمام. في ظا 225 احنا عملناها بواحد زائد جا 390 اللي هي خلاص احنا عملناها بنص. تمام، زائد كام؟ زائد صفر.
تمام. طيب ظا سيتا هتساوي نص في واحد بنص، هيبقى نص زائد نص اللي هي بتساوي كام يا مستر دلوقتي؟ بتساوي واحد. حلو الكلام. يبقى دلوقتي ظا سيتا بتساوي واحد، ظا كام بواحد؟ 45. يبقى هنا سيتا بيساوي 45 درجة، فانا هنا هختار 45 درجة اللي هو الاختيار ألف. طيب السؤال اللي بعديه، السؤال الرابع بيقول لي هنا السؤال الرابع ألف. انا مش عارف ليه مجسمينها كده اسئله، ما يكتبوا من الاختيارات كلها ورا بعض بنفس الترتيب. هنا اذا كان 12 زائد 3 الف ت بيساوي 4 ت سالب 27 ت، ده عدد مركب بيساوي عدد مركب، فالحقيقي بيساوي الحقيقي والتخيلي بيساوي التخيلي. الحقيقي اللي هو هنا 12 بيساوي الحقيقي الناحيه الثانيه اللي هو هنا كام؟ 4 ب. يبقى هنا 4 ب بيساوي 12. تمام. اقسم على الاربعه هنا وعلى الاربعه هنا، دي راحت مع دي، تبقى الب بكام؟ 4 على 12 فيها الكام؟ 12 على 4 قصدي فيها الكام؟ فيها التلاتة. والتخيلي بيساوي التخيلي اللي هو اللي مع الت هنا اللي هو 27 بيساوي اللي مع الت هنا اللي هو 3 ألف. فهنا 3 ألف طبعا بنفس اشاراتهم هيساوي كده سالب 27. قسمت على التلاتة هنا وقسمت على التلاتة هنا، دي راحت مع دي، تبقى القلب كام؟ 27 على 3 فيها الكام؟ فيها التسعة، ومعايا سالب تبقى سالب 9. هو عاوز دلوقتي ألف زائد ب. ألف زائد ب تجمع له دول يا مستر، سالب ألف سالب 9 زائد 3 هتديني كام دلوقتي؟ سالب 6. فهنا اختار كام؟ سالب 6 اللي هو الاختيار رقم د. بعد كده بيقول لي حصل ضرب الجذرية المعادلة دي. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 2 او ايوه رقم 2، حصل ضرب الجذرية المعادلة دي، حصل الضرب اللي هي بتساوي المفروض ج على ألف. طب المعادلة انا عندي هنا ألف اللي هو معامل السين تربيع ب5، وما عنديش ب، وعندي ج بيساوي كام؟ سالب 3. حلو الكلام. فحصل الضرب اللي هو لام م بتساوي ج على ألف، تبقى كام على كام؟ سالب 3 على كام؟ سالب 3 على 5 اللي هو الاختيار رقم ب. السؤال اللي بعديه رقم 3. السؤال رقم 3 هنا بيقول لي إذا كان قياس زاوية أ ه د اللي هي الزاوية دي اللي عامل لك عليها النجمة بيساوي زاوية ب. تمام. انت اول ما تلاقي الرسمه دي سواء بقى مدالك بالاضلاع مدالك بالزوايا كده كده مثلثين متشابهين. ليه متشابهين؟ عشان زاويه الف اللي فوق دي موجوده في المثلث الصغير اللي هو الف د ه، موجوده في المثلث الكبير اللي هو الف ب ج، يبقى كده مثلثين متشابهين. حلو الكلام. هو عايز جتا زاويه ج زائد جتا زاويه ب د ه. ج اللي هي دي وب د ه اللي هي دي كده بكام؟ مجموعهم بكام؟ تمام. فجتا زاوية ج زائد جتا زاوية ب د اللي هي الزاوية دي والزاوية دي، هما الاتنين دول كده مجموعهم بكام؟ طيب مبدئيا انت عندك زاوية ج دي هتساوي زاوية د اللي هي دي. حلو الكلام، عشان يبقى من تشابه المثلثات. طيب يبقى دلوقتي الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. طب زاوية ب د ه اللي هي دي كده مكملة زاوية د اللي من فوق. طيب انا عارف ان جتا اي زاوية بتساوي سالب جتا المكملة لها. بص كده اكتبها لك اهي، جتا اي زاوية بتساوي سالب جتا المكملة. حلو الكلام، يعني هيبقى مجموعهم هما الاتنين بكام؟ بيساوي صفر. تمام. طيب دلوقتي انت عندك زاوية ج جتا ج تمام هتساوي دلوقتي سالب جتا المكملة ليها. من هي المكملة لها؟ اللي هي ب د ه، عشان هما الاتنين دلوقتي متكاملتين. حلو الكلام. طب ما تيجي تجمعهم مع بعض يبقى جتا ج زائد جتا ب د ه، الكلام ده بيساوي كام دلوقتي؟ صفر، عشان انت دخلت جوه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. ده اللي هو عايز جتا ج زائد جتا زاويه ب د ه، فدي هتساوي كام يا مستر؟ هتساوي صفر. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 4 بيقول لي هنا يا مستر إذا كانت مجموعة حل المتباينة دي أ س تربيع زائد ب س زائد ج أكبر من الصفر هي ح، يبقى مجموعة الحل هنا كام؟ مجموعة الحل هنا إيه؟ هي ح. دي كده مجموعة الحل. طب مجموعة الحل ح امتى بتبقى ح؟ لما تبقى الرسمة كلها فوق محور السينات. حلو الكلام. يعني هنا المميز مفيش تقاطع مع محور السينات ولا مميز، يبقى هنا المميز أصغر من الصفر. طيب مين هو المميز يا مستر؟ المميز اللي هو ب تربيع سالب 4 أ ج، ده كده أصغر من الصفر. طب تطلع دي كده الناحية التانية بعكس الإشارة، يعني دلوقتي ب تربيع تبقى أصغر من 4 أ ج اللي هو الاختيار رقم ج. تمام.
هنا ب تربيع هي اللي اصغر من 4 الف ج، بس هو هنا عادلها لك، يعني هنا ادي 4 الف ج هتبقى اكبر من ب تربيع، فانا هنا هختار الاجابه رقم الف. طيب السؤال اللي بعديه سؤال رقم 5. هنا السؤال الخامس بيقول لي اذا كانت لام جذر المعادله دي د س بتساوي ا س زائد ب، فان د لام زائد 1 في دالة لام زائد سالب 1 بتساوي ايه؟ هنا دي موجبه ودي سالبه، تمام؟ يعني دي موجب كده في سالب، موجب في سالب كده بيديني ايه؟ بيديني سالب على طول. هما الاثنين عكس بعض يعني في الاشارات بتاعتهم، فهنا انا اختار ايه؟ ح السالبه. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 6 بيقول لنا في السؤال رقم 6 في الشكل المقابل اذا كانت ه منتصف ب د، تمام؟ يعني لو انا سميت ب ه س هتبقى ه د برضو س زيها. هو عايز ب د دي بكام سنتي؟ تمام؟ ده التطبيقات تشابه في الدايره، كنت انا بمسك ه كده في النص اقول ه ب في ه د بتساوي ه ج في ه ا. تمام؟ ه ب بكام؟ ه ب بس في ه د بس زيها بتساوي ه ج ب2 في ه ا بكام يا مستر؟ ب8. يبقى دي س في س بس تربيع بتساوي 2 في 8 ب 16، تبقى هنا س بكام؟ بموجب وسالب طبعا 4، طبعا مفيش طول ضلع بالسالب، يبقى هنا كام؟ 4 بس. فهنا ب د س ب4، ب د دي اللي هي 2 س اللي هي س زائد س تبقى 4 زائد 4، 4 زائد 4 تبقى كام يا مستر؟ تبقى 8. تمام؟ بعد كده السؤال رقم 7 بيقول لنا في السؤال رقم 7 اذا كان مثلث ا ب ج مشابه مثلث د ه و ومساحة مثلث ا ب ج 9 في مساحة مثلث د ه و و9 امثالها، وكان د ه ب 4 سم، فان ا ب بتساوي كام؟ طيب هنا المثلث الاولاني اللي هو ا ب ج يشابه المثلث الثاني اللي هو د ه و. تمام؟ يعني دلوقتي مساحة المثلث ا ب ه على مساحة المثلث د ه و بيساوي النسبة بتاعت الأضلاع بس مربعها، يعني هنا بتساوي ا ب على د ه أس 2. تمام؟ طب نسبة المساحات هو مديها لي كام يا مستر؟ بص كده مديك هنا بيقول لك مساحة المثلث ا ب ج بتساوي 9 في مساحة المثلث مين؟ ا د ه و. تمام؟ دي انا عايزها نسبه، خليها نسبه ازاي؟ بص هنا ادي مساحه المثلث ا ب ج مش ا ب ه دي، ا ب ج على مساحه المثلث د ه و بتساوي، بص هعمل النسبه هنا كده، التسعه دي مع د ه و واخليها من فوق، تمام؟ ودي كده ايه الواحد ده اخليه كده من تحت، تبقى النسبه كام الى كام؟ 9 الى 1. لو انا ضربت مقص هيبقى 9 في مساحه المثلث د ه و بيساوي 1 في مساحه المثلث ا ب ج اللي هو المعادله اللي هو مديها لك دي. طيب فهنا النسبه دي دلوقتي بتاعت الكسر الاولاني 9 على 1 بيساوي نسبه الكسر الثاني اللي هو ا ب على د ه اس 2. ادي ا ب اس 2 على كام؟ على د ه اللي هي كام؟ 4 اس 2 اللي هي بكام يا مستر؟ ب 16. تمام؟ هضرب دلوقتي مقص هيبقى ا ب تربيع بيساوي 9 في 16. 9 في 16 هنا ب 144، يبقى ا ب بس جذر ال 144 يعني بيساوي كام سنتي؟ 12 سنتي. فانا هنا هختار 12 سنتي اللي هو الاختيار رقم ب. السؤال اللي بعديه السؤال المقالي